السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي البارامترز تايب، أنواع البارامتر. طيب، هو يعني قبل ما أعرف أنواع البارامترز، هي البارامترز دي اللي بتبقى انهي؟ اللي هي المتغيرات. تمام؟ خلينا نقول إن هي المتغيرات الوقت. تمام؟ طيب، يعني ماذا تعني أنواع المتغيرات أو أنواع البارامترز؟ يعني ايه اللي بتعني من الكلمة دي؟ هقول لك على حاجة. تعالى ناخد أول نوع، ومن خلاله الدنيا هتوضح معانا. عندي اول نوع اسمه الريكواير بارامتر. الريكواير بارامتر يعني ايه؟ تعالى مثلا ناخد الفانكشن دي كده، خلي بالك دي فانكشن احنا عارفينها، صح؟ فانكشن احنا عارفينها كويس جدا واتكلمنا عنها. طيب، احنا عارفين ان الفانكشن دي بتسالني سؤالين: اما هل الفانكشن دي محتاجه، انت بتسال نفسك سؤالين: هل الفانكشن دي محتاجه منك حاجه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني: هل هي مستنيه منك، هل انت مستني منها حاجه ولا لا؟ طيب، في حاله ان انت بتكون مستني منها حاجه، فكنا بنحط هنا ايه؟ نوع الحاجة أو شكل الحاجة اللي أنت مستنيها ترجع، سواء انتجر سواء دبل سواء أيا كان. طب لو ما بتحتاجش حاجة، مش محتاج منها حاجة، فبتحط هنا كلمة إيه؟ void. جميل جدا. طيب، أنا المهم بالنسبة لي ده، لأن ده اللي اسمه البارامتر. طيب، أنواعه يعني إيه؟ طيب، أول حاجة اسمه الريكوايرد بارامتر. يعني إيه ريكوايرد بارامتر؟ يعني ما اقدرش ان انا استخدم الفانكشن دي، ما اقدرش ان انا استخدمها الا لما يكون المتغير ده موجود او له قيمه، البارامتر ده له قيمه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا حاجه هنا هقول له، نفترض انت دلوقتي إيه على اي حاجه، مثلا نظام تاكسي او بتطلب تاكسي او هل ينفع تطلب التاكسي من غير ما تقول له انت رايح فين؟ تمام. فبالتالي ان انت تقول له انا رايح فين دي حاجه ضروريه، اصل هتركب التاكسي من غير ما تقول له انت رايح فين؟ مش منطقي. فانت لازم تحدد له المكان، البليس. فبالبليس بالنسبه لي ما ينفعش استخدم الميثود دي من غير ما احدد له او من غير ما اقول له انا رايح فين. يبقى مش منطقي. فبالتالي ده اسمه ريكوايرد. الشكل ده كده ريكوايرد. يعني ايه؟ اسم البرنامج، اسم الطيب واسم المتغير. طيب، لما اجي استعدل عليه فوق، اجي هنا اقول له الفانكشن دي عامله لي ايرور. ليه مش هيشتغل الا لما اقول له مثلا رايح فين؟ رايح الكايرو مثلا. كده تشتغل اهو. لو جينا عملنا ران هنلاقي ان هو بيقول لك تمام، الدنيا تمام، القاهره. لان هو عارفين ان الفانكشن دي ايه؟ بتطبع اللي هو رايح والبليس بتاعها، فبالتالي اشتغلت والدنيا تمام. يبقى ده بالنسبه لي مين؟ اول نوع عندي اللي هو مين؟ الريكواير بارامتر. جميل جدا. تعال نشيل ده ونخش على المثال اللي بقى او النوع اللي بعده. عندي تاني نوع، عندي حاجه اسمها الاوبشنال بارامتر. يعني ايه اوبشنال؟ يعني حضرتك ممكن تبعته او ما تبعتوش، ده حاجه ترجع لك انت، ولكن بعته خير، ما بعتوش برضو خير، الفانكشن هتشتغل عادي. طيب ازاي؟ تعالى ناخد الفانكشن بتاعته كده اهو، نشغلها هنا. ده فانكشن بتعمل مثلا كانك بتعمل اوردر للبيتزا. فبالتالي الفانكشن دي محتاجه منك ضروري، ده بارامتر، ده ريكوايرد، ده لازم تديه ان انت تدخل له السايز. لازم تعرفه البيتزا اللي انت حضرتك طالبها دي صغيره ولا وسط ولا كبير. ده منطقي، لان البيتزا انواع او مقاسات او احجام، فبالتالي لازم تحدد له المقاس اللي انت ايه محتاجه. يبقى انا ضروري جدا لما اجي استدعي الفانكشن دي، ان اجي اقول له هنا مثلا النوع مثلا بتاع البيتزا اللي عندي مثلا، وليكن مثلا ايه، خلينا نقول مثلا بيج، كبير، صح؟ كده الفانكشن هتشتغل والدنيا تمام. جميل. ولكن انت عندك هنا، عندك حاجه اوبشنال اللي هو ايه؟ اللي انت مثلا بتقول، هل انت مثلا بتقول لصاحب او اللي هيجي يطلب، هل انت محتاج على البيتزا دي حاجه اضافيه؟ هو ممكن يحتاج وممكن ما يحتاجش، طبيعي، صح؟ يبقى ده اسمه الاوبشنال. الاوبشنال ده اللي هو ممكن ان انت تدي لي الفانكشن او ما تديهولوش، ولكن سواء اديته سواء ما اديتهولوش، الفانكشن هتشتغل معاك عادي.
يعني احنا لو جربنا هنا كده من غير ما نديله الاكسترا ده، لو جينا اشتغلنا عملنا ران، هنلاقي ان هو ايه، هنلاقي ان هو طبع الايه الفانكشن، والفانكشن اشتغلت عادي، ما عنديش اي مشكله. ولكن مثلا انت حبيت ان انت لا انت عايز عايز مثلا تضيف عليها مثلا اي حاجه، مثلا كاتشب مثلا، تقول له مثلا كاتشب مثلا، اي حاجه. فبالتالي برضه الفانكشن هتشتغل ومش هتتاثر، ولكن هنلاقي تحت ان هنا خلي بالك انت كانت طبعا هنا الاضافات نال، لا اصبح ان الاضافات هنا كان عند مين؟ كاتشب. يبقى انا سواء اديت البارامتر الاوبشنال ده، سواء اديته او ما اديتوش، الفانكشن كده كده ايه هتشتغل، صح؟ طب عشان اعمل فانكشن، عشان اعمل البارامتر الاوبشنال ده بعمل ايه؟ اول حاجه باجي على المتغير بتاعي، بقول له خلي بالك ان هو ممكن يكون نل، طبعا علامه الاستفهام دي احنا فهمناها من الفيديوهات السابقه، تمام. وبعد كده بحطه بين ايه؟ بين اللي هو الاقواس اللي هي الفتره دي، علشان لما اجي اشيل دي كده يشتغل عادي. طب احط برضه يشتغل عادي. يبقى ده بالنسبه لي اللي هو النوع الثاني اللي اسمه الايه؟ الاوبشنال بارامتر. جميل جدا. طيب عندي النوع الثالث، حاجه اسمها الاوبشنال نيمد بارامتر. تاني، الاوبشنال نيمد بارامتر. يعني ايه الاوبشنال نيمد بارامتر؟ يعني خلي بالك، انت كنت فوق هنا، تمام، لما كانت الميثود دي موجوده، انت حضرتك كنت بتكتب ايه؟ بتقول له ان انت عندك مثلا قلنا مثلا هنا كاتشب، كاتشب، اي حاجه، خليها اي حاجه. جميل. طيب فانت كنت خلي بالك، شوف الشكل ده اللي بتدي فيه القيمه، شوف الشكل، يعني شوف ده، شوف انت بتدي القيمه ازاي، تمام. وتعال نشوف النوع اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو الاوبشنال نيمد بارامتر، ونشوف بنعمله الشكل ازاي. تعالى مثلا ناخد دي كده ونشغلها برضه مع دي، تمام، ونشوف الفرق. خلي بالك دي دي ميثود ودي ميثود مختلفه. مثلا تخيل حضرتك ان انت بتكريت ايه؟ بتكريت يوزر، فهو بيحتاج منك مين؟ بيحتاج منك النيم ومين؟ والعمر. ولكن خلي بالك ده مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ نلبل. يعني انا لو جيت استخدمت عملت كده وقلت له استدعيتها، هل هيحصل مشكله؟ لا، لانه خلي بالك مين؟ اوبشنال. خلي بالك، شوف ده نفس دي، دي نفس دي، ولكن اللي هيبقى اختلاف عندنا مين؟ القوس ده. شوف القوس ده هنا عامل ازاي، والقوس ده هنا عامل ازاي. طب ايه الفرق؟ القوس ده زي ما انت شايف بيخليك ان انت تدي القيمه عادي جدا، دايركت على طول. ولكن ده اسمه نيمد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما هاجيش هنا واقول له مثلا عندي النيم، مثلا حاجه هنا اقول له مثلا احمد، ومثلا العمر مثلا 23، لا ثواني، والعمر مثلا كام؟ 23. هل هو قبل؟ لا، قال لك مشكله. ليه؟ لانه هو مش النيمد ما بيطلبش منك ان انت تديله القيم كده، ده انت لازم تيجي تعمل ايه؟ تقول له خلي بالك انا عندي النيم بيساوي مين؟ اللي هو عندنا مين؟ احمد. وعندي الايدج بيساوي كام؟ 23. يبقى شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ بس القوس ده من القوس ده، يبقى القوس ده معناه ايه؟ اسمه نيمد. يعني ايه نيمد؟ يعني حضرتك علشان تدي القيمه لازم تكتب اسم المتغير الاول وبعد كده تديله القيمه. اما فوق شوف انت كاتب تدي القيمه على طول، صح؟ اللي ما قال لك ده لا، ده انت لازم تكتب اسم المتغير وبعد كده تديله الايه؟ تديله القيمه. جميل يا شباب، جميل جدا. طيب عندنا النوع احنا في النوع الكام؟ الرابع، تمام. عندنا حاجه اسمها الريكوايرد نيمد بارامتر. تاني، ريكوايرد نيمد بارامتر. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نعدل في سلوك الميثود دي مثلا. طيب انا عارف ان انا دلوقتي لما كنت بعمل كرييت يوزر انا كان براحتي،
يعني كنت اشيل ده عادي، ما كانش الموضوع هيأثر. كانت الميثود جابت لي مشكله؟ ما جابتليش مشكله. طيب بس خلي بالك انا كنت حاطط ايه، ان هو اوبشنال. يعني ايه اوبشنال؟ يعني لا اما اديله لا ما اديلوش. عشان كده لما جيت استدعيت الميثود على طول ما اجبرنيش ان انا ادخل ايه القيم دي. طيب انا عايزه الوقت يجبر الشخص اللي هيستخدم الميثود دي ان هو يعمل ايه، ان هو يدخل القيم دي. هتيجي تقول لي جميل، ممكن انا اقوم جاي شايل دي كده وشايل دي كده، تمام، واقوم شايل دي كده واقوم شايل دي كده. اقول لك مظبوط وبالفعل. بس خلي بالك انت هنا هتدخل القيم نفس مين، نفس اللي فوق. يعني هتيجي عادي كده تقول له مثلا احمد، تمام، هتيجي هنا تقول له مثلا 23، تمام. هو مش عايز كده، عايز شفت الشكل القديم اللي هو تكتب له اسم المتغير، اللي هو تكتب له اسم المتغير بعد كده تكتب له مين، ايه، تكتب له القيمه. ولكن ده اجباري. احنا لو كنا شلنا دي كان عادي، لان هي كانت ايه، اوبشنال. لا هو عايزها تبقى نفس الشكل ده بس اجباري. تعال نشوف هنعملها ازاي. قال لك بكل بساطه هتشيل انت الشكل، هيكون كالاتي. نشيل دول لان احنا طبعا مش عايزينه اوبشنال، ده احنا عايزينه اجباري ان هو يدخله. وتيجي قبل القيمه ده اهي وتقول له ايه، كلمه ايه، ريكواير. وتيجي هنا برضو قبلها تقول له ايه، كلمه ايه، ريكواير. ريكواير دي بتعني ان هو مطلوب، ان هو ايه، مطلوب. يعني لازم الميثود ده عشان تشتغل لازم دول يكونوا موجودين. ومش كده وبس، وهم نيمد. يعني ايه، يعني مش هتعرف تدي لهم قيمه لما تيجي تعمل تقول له نيم يجي يساوي او عند قيمته احمد، وعندي ان العمر بيساوي الايدج بيساوي مثلا قيمته ب 23. يبقى ده كانه عمل لي، عمل لي اتنين في واحد. اللي هو ايه، اجبرني ان انا ادخل القيمه، وزائد ان هو خلاها لي نيمد. يعني لازم اكتب اسم الاول المتغير اللي هو ده، وبعد كده اديله الايه، القيمه بتاعته. جميل، جميل جدا. طيب عندي اخر نوع عندي وهو الديفولت بارامتر. الديفولت بارامتر. طب تعال نشوف يعني ايه الديفولت بارامتر. تعال ناخد ده كده، نمسح دول مش عايزينهم دلوقتي، تمام. تعال نمسح دول برضو كده. تعال نستخدم دي، نشيل الايه، نشيل التهيج ده، ونشوف يعني ايه ديفولت بارامتر. يعني ده بارامتر لو حضرتك اديت له قيمه اهلا وسهلا، ما اديتلوش قيمه هو هياخد قيمه افتراضيه. يبقى انت لو جيت استخدمت مثلا الميثود دي وقلت له ميك كف وقلت له كده، هل هو اعترض؟ لا ما اعترضش. بس خلي بالك هو هيعتبر انت مثلا، هو بيحدد لك بيقول لك انت كم عايز، كم معلقه سكر، كم سكر. فانت بتقول لي بقى واحد او اتنين او تلاته. طيب انت استخدمت او استخدمت الفانكشن ده من غير ما قلت له، هو هيفترض ان انت محتاج معلقه سكر واحده. طب لو قلت له خلاص هيشوف اللي انت محتاجه. يعني احنا الوقت ما قلنا له صح، لما نيجي نعمل ران هنلاقي ان هو بالنسبه لي واخد كام معلقه سكر. تعال نشوف احنا هل في مشاكل ولا لا. تمام، تعال نشيل ده كده، نطبع تاني كده. قال لك ان القهوه بكام سكر، معلقه سكر واحده. ليه؟ رغم ان انت ما دخلتش هنا حاجه. وقال لك لا انا هاخد ايه، انا عندي ديفولت قيمه، ديفولت قيمه افتراضيه. طب انا دلوقتي انا محتاج ان انا مثلا انا بشرب القهوه بثلاث معالق سكر. اه حاجه، بص اقول له تمام انا عايز ثلاثه. لما جيت كتبت له ثلاثه دايركت كده، قال لي مشكله، في مشكله. ليه مشكله؟ لان خلي بالك انت عندك المتغير ده ايه، بين قوسين مجموعه يبقى نيمد. يبقى انت لازم تكتب له كده اهو، تقول له الاول شجر كام، ثلاثه. فبالتالي لما حضرتك دخلت له ثلاثه، هو هيعتمد واحد ولا ثلاثه؟ لا هيعتمد ثلاثه بقى خلاص، لان هو شاف ان حضرتك السكر بتاعك كام، محتاج ثلاث معالق. اما لو ما كنتش دخلت له خالص فكان هياخد ان الايه، هياخد ان السكر بتاعك ديفولت بكام، بواحد. يبقى احنا كده اتكلمنا عن خمس انواع البارامترز، تمام. ودول
بنستخدمهم كتير جدا فين؟ الفانكشن، وحاجه كده اسمع اسمها بس ما تركزش فيها، وحاجه اسمها الايه؟ الكونستراكتور. تمام. بكده نكون خلصنا كلامنا عن البارامترز تايب، وبكده ان شاء الله بيكون يعني ده بالنسبه لي دي نهايه الكورس ده، او نهايه البلاي ليست ده. ان شاء الله لو في فيديوهات جديده شايف ان هي هتكون متعلقه بالبلاي ليست دي، طبعا هيتم اضافتها على البلاي ليست دي على طول. تمام. بالتوفيق يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.